السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده معانا قضية الفنانة الكبيرة المحبوبة اللي كانت من زمن الجميل، فنانة الزمن الجميل اللي متعتنا بأحلى مسلسلات. ان هي اتظلمت، ان هي طلعت دلوقتي بتقول انا مظلومة بعد 23 سنة، وان كانت ميار الببلاوي شاهدة على كده، وان ازاي ميار الببلاوي تسكت. يعني معلش، ان هي واحدة تكتم جواها سر ان في حد مظلوم بيعاني السنين دي كلها وهي ساكتة. ايا كان في حد بقى هددها في نفوذ، واحد معاه نفوذ وواحد، بس المفروض كانت اتكلمت. ايه اللي سكتها 23 سنة دول؟ الست يعني ضاعت مستقبلها وضاعت حياتها وكل حاجة ضاعت بسبب كده. البنتين دول كانوا كدابين وابوهم كان كداب، خدهم وراح بيهم. بعد كده، بعد ما اتهم وفاء مكي، راحوا لميار الببلاوي على كلامها هي، على تصريحاتها اللي قالتها، ان هم راحوا خدوهم وراحوا عندها. فهي قالت للست اللي جابتهم دي، قالت لا ده عندهم قراءة، مرض جلدي. بعدها عرفت ان وفاة مكي اتحبست وان هي مظلومة، وجالها جواب تهديد بتقول ان هي شايله الجواب ده لحد دلوقتي، ان هم هددوها بابنها. وجايين دلوقتي يثبتوا براءة الست بعد 23 سنة. طب كنتوا فين المدة دي كلها؟ ويعني الست اتظلمت واتبهدلت وشغلها وقف، ما عندهاش شغل، ما عندهاش حاجة، حياتها كلها اتدمرت. هل يا ترى دوت كويس؟ يا ترى دوت صح ولا غلط؟ احنا مش عارفين، بس بنقول ان هو قضاء الله وقدره. بس احنا لازم يبقى في عندنا يعني رحمة اكتر من كده. هل دلوقتي راجعين دلوقتي بعد 23 سنة عشان تثبتوا براءتها؟ طب كنتوا فين من 23 سنة؟